عمرك حسيتي بلي كتخدم بزاف ولكن حياتك ما كتبدلش؟ كتفيق بكري، كدير اللي عليك، لكن حتى كتعب اكثر من بزاف ديال الناس اللي دايرين بيك. كتحاول تكون مسؤول، كتحاول تصبر مع راسك، غير نصبر واحد شويه وغادي تبدل الامور. ولكن الايام كدوز، شهور كيدوزو، بل سنوات. كتلقى راسك في واحد اللحظه كتوقف وكتسول راسك سؤال: علاش رغم كل هذا المجهود حياتي ما تبدلاتش؟ كتشوف ناس اخرين كيبان انهم اقل تعب منك، ولكن الفرص كتجيهم والتقدم كيوقع عندهم والحياه ديالهم كتمشي لقدام. كتبدا الشكوك تدخل العقل ديالك: واش المشكل فيا؟ واش ما كنخدمش كفايتنا؟ ولا كاينه شي حاجه اخرى ما فهمتهاش؟ ولكن الحقيقه اللي قليل اللي كيقولها يعني العمل بزاف بوحدو ما كافيش. كاين ناس كيخدموا 12 ساعه في النهار، ولكن بعد سنوات حياتهم تقريبا نفس الشيء. ونفس الوقت كاين ناس اخرين كيخدموا اقل ولكن التقدم ديالهم اسرع. هنا كاين واحد السؤال مهم بزاف: واش المشكل فينا في المجهود ولا في الاتجاه ديال هذا المجهود؟ حيت بزاف ديال المرات في الحياه المشكل ماشي انك ما كتخدمش بزاف، المشكل هو انك كتخدم بزاف في الاتجاه الغلط. وفي هذا الفيديو غادي نحاولوا نفهموا علاش بزاف ديال الناس كيخدموا جهد كبير ولكن النتائج ما كتجيش بنفس القوه. وغادي تكتشف ربما ان الجواب ماشي في انك تزيد تخدم اكثر، ولكن في انك تفهم اللعبه بطريقه مختلفه. الفرق بين العمل الكثير والعمل الذكي: بزاف ديال الناس كيامنوا فكره واحده: الا خدمتي اكثر غادي تنجح اكثر، ولكن الواقع ماشي ديما هكا. حيت كاين فرق كبير بين العمل الكثير والعمل الذكي. العمل الكثير هو انك تبذل مجهود كبير ساعات طويله، اذا تعب كبير. ولكن وقف وسول راسك واحد السؤال: واش هذا الشيء اللي كنقوم به فعلا كيقربني للهدف ديالي؟ مثال بسيط: تخيل معايا واحد كيجري بسرعه كبيره، كيجري بكل القوه ديالو، كيعرق، كيحس بالتعب، ولكن المشكله هي هو كيجري في الاتجاه الغلط. كلما زاد الجرى كلما بعد اكثر عن المكان اللي بغى يوصل له. نفس الشيء كيوقع في الحياه، يمكن تخدم ساعات طويله ولكن اذا ما كانش الاتجاه صحيح الجهد ديالك كامل غادي يضيع. مثال اخر: تخيل جوج اشخاص خدامين نفس عدد الساعات. الشخص الاول كيخدم بزاف ولكن كيكرر نفس المهام كل يوم، ما كيتعلم حتى مهاره جديده، ما كيغير حتى طريقه. الشخص الثاني كيخدم ايضا لكن كل فتره كيسول راسو: شنو الحاجه اللي خاصني نتعلم؟ كيفاش نطور الطريقه ديالي؟ فين ممكن نكون احسن؟ بعد سنوات فرق بيناتهم كيولي كبير، ماشي حيت الاول ما خدمش ولكن حيت الثاني خدم بذكاء اكثر. العمل الذكي كيبدا بالسؤال. الناس اللي كيتقدموا بسرعه ماشي بالضروره هما اللي كيخدموا اكثر، ولكن هما اللي كيطرحوا الاسئله الصحيحه: شنو الهدف ديالي الحقيقي؟ واش هذا المجهود كيقربني ليه؟ واش كاينه طريقه احسن ندير بها هذا الشيء هذا؟ هنا كيولي العمل عنده اتجاه. مثال: تخيل واحد باغي يتعلم واحد اللغه جديده. كاين واحد كيحفظ كلمات عشوائيه كل يوم، وكاين واحد اخر كيتمرن على الكلام، الاستماع والممارسه. بعد عده ايام تاني غيتعلم اسرع. علاش؟ حيت الطريقه ديالو موجهه للنتيجه. كخلاصه ديال هذا البارتي هذا، عمل كثير ممكن يعييك ولكن العمل الذكي هو اللي يقدر يغير لك حياتك. حيت الفرق ماشي في كميه الطاقه اللي كتستعمل، الفرق هو فين كتمشي هذه الطاقه هذه. الانشغال ماشي هو التقدم. كاين واحد الفخ كبير كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس في الحياه، كيظنوا انهم اذا كانوا مشغولين بزاف راه كيتقدموا، ولكن الحقيقه مختلفه. تقدر تكون مشغول نهار كامل، كدير بزاف ديال الحوايج، كتحرك بزاف، ولكن ملي يدوز الوقت كتلقى راسك تقريبا في نفس البلاصه. علاش؟ الانشغال ماشي هو التقدم. الفرق بين الحركه والتقدم هنا، باش نفهموا هذه الفكره هذه خصنا نعرفوا الفرق بين جوج ديال الحوايج. الحركه والتقدم. الحركه هي انك تدير بزاف ديال الانشطه، اما التقدم هو انك تقرب من ديك النتيجه. مثال بسيط: تخيل واحد فوق واحد الدراجه ثابته في القاع، قاعد في لاصال ديالو، كيحرك رجليه بسرعه، كيعرق، كيحس بالتعب، ولكن في الحقيقه هو ما تحرك حتى متر من المكان ديالو. اذا الحركه غير موجوده ولكن التقدم واش كاين؟ بطبيعه الحال لا. وهذا بالضبط اللي كيوقع في الحياه بزاف ديال الناس. مثال اخر: واحد خدام نهار كامل،
كيجاوب على ايميلات، كيدير اجتماعات، كيحل المشاكل، كيعاون الناس، اليوم كامل هو مشغول. ولكن ملي كيدوز واحد العام يكتشف انه ما تعلم حتى مهاره جديده، ما قربش من واحد الهدف ديالو. السبب حيت كان كيخدم داخل واحد الروتين فقط، وما كانش كيخدم على الاشياء اللي كتدفعو لقدام. مثال اخر نستهدفوا به اصحاب الدراسه. واحد الطالب كيقضي ساعات طويله في المكتب ديالو، كيكتب الدروس، كيعاود ينسق الاوراق، كيحفظ كلمات، ولكن ملي كيجي الامتحان النتيجه ما كتكونش قويه. علاش؟ حيت الوقت كامل كان مركز على اشياء سهله وما وجهش التمارين الصعيبه، فهم عميق للدروس. يعني كان مشغول ولكن ما كانش كيحقق التقدم الحقيقي. هنا كنحاول كان عندنا واحد المنعطف صغير كيدينا واحد المفهوم ديال العقل، انه عزيز عليه الانشغال السهل، لانه بحال كيكذب على راسو. كاين سبب نفسي مهم لهذا الشيء. العقل ديال الانسان كيحب المهام اللي سهله سريعه وما فيهاش خوف، حيت كتخلي الانسان يحس بالانجاز بسرعه. ولكن المهام اللي كتغير الحياه غالبا كتكون صعيبه، كتحتاج تركيز وفيها احتمال الفشل. اذا كاين خوف، لهذا العقل كيحاول يبتعد قدر الامكان على هذه المسائل. لهذا بزاف ديال الناس كيهربوا منه بلا ما يحسوا. مثال اخر، واحد بغى يبدل الحياه ديالو ويطور راسو، يعني بدل ما يبدا يتعلم مهارات جديده، يبني مشروع ولا يجرب فرصه جديده، كيبقى يتفرج في فيديوهات، يقرا معلومات، يتكلم على الافكار، يعني باقي بلاصتو كيحس براسو قريب للنجاح، ولكن في الحقيقه مازال ما تحركش. اذا السؤال اللي كيبدل كلشي هنا، باش تخرج من هذا الفخ هذا خاص تسول راسك سؤال بسيط: شنو الحاجه اللي درتها اليوم غادي تقربني فعلا من الهدف ديالي؟ ماشي الحاجه اللي غادي تخليني مشغول، لكن الحاجه اللي غادي تحرك لي الحياه ديالي خطوه لقدام. العمل الزايد بعض المرات كيخبي المشكله الحقيقيه. كاين واحد الحاجه اللي قليل اللي كيهضر عليها. بعض المرات الانسان كيخدم بزاف باش ما يواجهش الحقيقه. يعني العمل الزائد ما كيكونش ديما دليل على الطموح، بعض المرات كيكون طريقه للهروب من اسئله صعيبه، بحال واش هاد الطريق اللي انا فيه هو فعلا الطريق الصحيح؟ واش هاد العمل غادي يوصلني لشي حاجه اكبر؟ واش خاصني نبدل الاتجاه ديالي؟ هاد الاسئله ماشي سهله، حيت ممكن الجواب يكون صادم. ولهذا العقل كيختار اسهل حل هو نبقى مشغول بزاف باش ما نفكرش بزاف. اذا كيفاش كيوقع هذا الشيء؟ ملي الانسان كيكون مشغول نهار كامل ما كيخليش حتى لحظه يوقف ويشوف الصوره الكبيره ديال راسو. كيعيش غير في اليوم ديالو، نخدم كمل المهام، نرتاح شويه، نعاود نفس الشيء غدا. ومع الوقت كيولي الروتين بحال آلة كتخدم، ولكن بلا ما ينتبه للسنوات اللي كدوز. بعد المثال، تخيل واحد خدام في واحد الوظيفه ما كتعجبوش، كيحس بالتعب كل نهار، ولكن كيقول مع راسو ماشي مشكل، غير نخدم اكثر، وكيبقى يزيد ساعات العمل، يدير مهام اكثر، يبقى مشغول طول الوقت. ولكن الحقيقه هي ان المشكل ماشي في عدد الساعات، المشكل هو ان العمل نفسه ما كيمشيش في الاتجاه اللي باغي الحياه. وكل ما زاد العمل كل ما بعد اكثر عن التفكير في الطريق. مثال اخر، شي واحد باغي يدير واحد المشروع خاص به، عنده الفكره ولكن خايف يبدا. باش يهرب من هذا الخوف كيبقى يخدم في الحوايج الصغيره، يقرا بزاف، يحضر بزاف، لكن ما كيتاخذش واحد الخطوه حقيقيه. من برا كيبان انه كيخدم بزاف، ولكن في الحقيقه هو غير كيهرب من اللحظه اللي خاصو يغامر فيها. الحل ماشي انك تزيد تخدم اكثر، الحل هو انك توقف كل لحظه وتطرح على نفسك اسئله: واش هاد الطريق غادي يوصلني للمكان اللي بغيت؟ واش كنطور راسي فعلا؟ واش العمل ديالي عنده معنى بالنسبه لي؟ اسئله صعيبه شويه، لكن هي اللي كتفتح لك باب التغيير. في الاخير خصنا نفهموا واحد الحقيقه اللي بزاف ديال الناس كيكتشفوها متاخرين: العمل بزاف ماشي دائما هو الحل. هي العمل مهم والاجتهاد ضروري، ولكن العمل بوحده ما كيضمنش التقدم. كاين ناس كيتعبوا سنوات طويله، كيعطيو كل الطاقه ديالهم، ولكن حياتهم كتبدل غير شويه بشويه، ما كتبدلش نهائيا. وكاين ناس اخرين كيخدموا بذكاء اكثر من القوه، كيعرفوا فين يحطوا المجهود ديالهم، وكيقدروا يتقدموا بسرعه اكبر. لهذا السؤال الحقيقي ماشي واش نخدم بزاف، السؤال الحقيقي هو واش هذا العمل كيقربني فعلا الحياه اللي باغي. حيت الفرق بين الانسان اللي كيتقدم والانسان اللي كيبقى بلاصتو ماشي دائما في المجهود، بعض المرات كيكون الفرق في الاتجاه، الوعي
والاختلافات الصغيره اللي كيدير كل نهار. يمكن الحل ماشي انك تزيد تخدم ساعات اكثر، يمكن الحل انك توقف لحظه وتشوف الصوره الكبيره اللي وصلت لها، وتسول راسك فين بغيت نوصل بعد 5 ديال السنين مثلا. شنو المهارات اللي خصني نبني، شنو الحوايج اللي خاصني نحبس ما بقاش نديرو. حيت الحياه ماشي سباق ديال التعب، الحياه سباق ديال الاختبارات الصحيحه. ويمكن اهم فكره خاص تخرج بها من هذا الفيديو هذا هي ماشي مهم شحال كنخدم، المهم فين كيوصلني داك العمل. حيت الانسان يقدر يتعب سنوات وهو كيدور في واحد الحلقه مفرغه، ولكن عرف الاتجاه الصحيح حتى خطوه صغيره تقدر تبدل المسار كامل ديال حياته. ولهذا الا كنتي كتخدم بزاف في اليوم هادشي زوين، ولكن ما تنساش تسول راسك من وقت لاخر واش هاد الطريق اللي انا فيه هو فعلا الطريق اللي باغي نكمل فيه حياتي. حيت النجاح الحقيقي ماشي غير انك تبقى مشغول، النجاح الحقيقي هو انك تبني حياه عندها معنى بالنسبه لك.